يا مساء السعادة على عيونكم. الصيف يعني فواكه وحاجات منعشة وتحليات باردة، علشان كده جايبه لكم النهاردة وصفة تحفة جدا. متأكدة انك هتقومي تعمليها حالا من جمالها وحلاوتها وسرعتها. وبصي مهما كانت خطواتها كتيرة انت هتعمليها في ثواني كده، لان هي حرفيا مش تاخد منك ساعة وهتكون جاهزة معاكي، وتقدري تعمليها قبل الغدا، والعالم متحضرة الغدا وتتغدوا هتكون جاهزة معاكي وبردت وبقت زي العسل. النهارده هنعمل كيكه الفواكه المنعشه سريعه وفي الخلاط، مش تاخد منك وقت خالص. ما تنسيش تصلي على النبي في التعليقات وقولي لي بتتابعني منين، ويلا نبدا وصفتنا. اول حاجه انا عندي البايركس بتاعي مقاس 30 في 30، ممكن تستخدمي مقاس 25 في 30 برضو. هتحطيه تبدريه بشويه دقيق، وطبعا دهنته بمعلقه من السمنه او الزبده زي ما انت عايزه او الزيت. طبعا تقدري تستخدمي صينيه المونيوم مفيش اي مشكله. هنحضر الكيك وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. في الخلاط هضيف 3 بيضات، كوبايه من السكر، وهضيف عليهم نص كوبايه من الزيت، كوبايه الا ربع من الحليب، وهضيف كمان 2 باكيت من الفانيليا. هاخد كل الكلام ده هضربه في الخلاط كويس جدا ضربا مبرحا لمده 5 دقايق لحد ما يتحول لقوام كريمي. بعد كده هجهز بقى المواد الجافه وهنخلها كويس، نخليها مرتين يفضل، يعني كوبايه ونص من الدقيق، وهضيف عليهم رشه ملح ومعلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره كده تكون ايه المعلقه المعياريه الكبيره دي. تمام. هقلب كله مع بعضه، وبعد كده هضيف عليه الخليط بتاع الخلاط بالشكل ده. هقلب بشويش كده بالراحه بحيث ان هو المكونات كلها تمتزج معايا. اول ما الدقيق يختفي بوقف تقليب، وبجيب الاسباتولا واتاكد ان مفيش اي حاجه في الحروف كده تكون ايه مركونه في الجنب ولا في القاع بالشكل ده. وهروح جايبه الخليط بتاع الكيك ده وصباه مره واحده في الصينيه بالشكل ده. طبعا انا عندي الخلاط عندي سوري الفرن سخن على درجه حراره 180. الشبكه عندي محطوطه في النص، هحط كمان الصينيه في النص بالشكل ده. وبعد كده هبدا ان انا بعد 25 دقيقه هفتح عليها واشوفها. الخطوه بتاعه الكريمه دي المفروض نحضرها قبل خطوه الكيك علشان الكريمه تلحق تبرد معانا. تمام. عندي هنا ما شغلتش النار لسه 3 اكواب من الحليب، ممكن نستخدم حليب مجفف ونضيف عليه ميه مفيش مشكله. عندي 4 معالق كبار من النشا، و4 معالق كبار من الدقيق، وكوبايه الا ربع من السكر، تقل او تزيد حسب حبك، انت بتحبي الحاجه قد ايه مسكره، بس هي مظبوطه جدا. هضيف كمان عندي 2 باكت من الفانيليا، وهقلب على البارد بالشكل ده لحد ما كل التكتلات تفك معايا، وبعد كده هرفعهم على النار، وبرده هستمر في التقليب لحد ما القوام عندي يبقى كريمي. هضيف عليهم حوالي 50 جرام كده من الزبده، ربع كوبايه من الزبده يعني، وهبدا ان انا هقلبهم. ممكن استخدم الزبده بقشطه او وش اللبن، الوش بتاع وش اللبن لو محوشاه عندك، هيدي نتيجه هايله وبيدي نعومه يعني غير طبيعيه. اول ما القوام عندي يبقى كريمي كده وحلو وغلى غلوه لمده دقيقه، بعد الغليان هروح حاطاه في طبق كبير يكون واسع، وهغطي الوش بتاعه علشان ما ينشفش، وهخليه يبرد تماما. طبعا انا بحضر كل الخطوات، وبعد كده هنقفل الكيكه بتاعتنا في الاخر. تمام. هنيجي بقى لخطوه الفاكهه. مبدئيا كده انت لما تيجي تقطعي الفاكهه تكون اخر خطوه بتعمليها في الوصفه دي، وكمان تكوني متاكده ان انت لما تيجي تقطعي الفاكهه تكوني هتستخدميها على طول، يعني مش مثلا هتخليها او حتى مش تستخدميها على طول. هقولك هنعمل ايه في الاخر خالص لما نيجي نحط ايه الفاكهه بتاعتنا. هنعمل خطوه تحافظ على ان الفاكهه بتاعتنا ما تسودش ولا تدبل ولا اي حاجه خالص. هقول لكم وانا شغالين عشان ما تتلخبطوش معايا. تمام. بصوا احنا هستخدم فاكهه الموسم، يعني انت لو ما عندكيش كيوي استغني عنه، استخدمي العنب مثلا الاخضر قطعيه نصين، او العنب الاحمر قطعيه نصين مفيش مشكله. لو ما عندكيش تفاح من اللي هو ده قطعي تفاح اللي هو البلدي العادي، متوفر عندنا ورخيص، والكيلو ب 20 جنيه وجميل جدا. يعني ايه اللي متوفر عندك؟ انا كان عندي ما فيش غير التفاحيه دي، وكان عندي الاثنين الكيوي، واشتريت بس المشمش. لو عندك حبه مانجا ما فيش مشكله استخدميها، تنفع جدا جدا وطعمها هيكون احلى. لو عندك بدل المشمش ده او بدل التفاح فراوله حلوه جدا جدا، عندك توت، اي فاكهه موجوده عندك هتنفع، اي فاكهه اي فاكهه اي فاكهه. حتى لو حبه من الكنتالوب او الشهد وقطعيها قطع صغيره كله ينفع ان شاء الله. ويعني استخدمي فاكهه الموسم، ما تجيبيش حاجه مخصوص ولا تجيبي كمبوت ولا حاجه. يعني بشوف الوصفه دي كتير ناس عاملاها بكمبوت وغالي وانواع كتير، لا احنا نستخدم فاكهه الموسم ونبقى عملناها وقدمناها بشكل جديد للولاد. تمام. المهم انا قطعت الكيوي قطع اربع بالشكل ده صغيره بعد ما قطعتها سلايز، وبعد كده قطعت عندي كمان التفاحه، استخدمت تفاحه واحده و2 حبه من الكيوي،
وعندي هنا حوالي يعني بصوا اقل من نص كيلو من المشمش. هتفصصيه وبعد كده تاخدي الواحده او النص كده تقطعيه 4/4 بالشكل ده. اهم حاجه في المشمش لو هتستخدمي المشمش حلو جدا جدا في الوصفه، وكمان شكله كمان في الشكل والتقديم حلو جدا. لو هتستخدمي المشمش اهم حاجه ما يكونش طري، يعني حاولي ان هو يكون متماسك علشان المشمش حلو جدا الفتره دي، بس مشكلته ان هو طري شويه. بصوا بقى، انا الكيك عندي بعد ما طلع من الفرن انا سبته يبرد تماما، وبعد ما برد سقيته كوبايه من الحليب بالشكل ده. هخليه يشرب الحليب وبعد كده هخليه على جنب لحد ما احط اخر خطوه في الكريمه. هنبقى نجهز كل الخطوات وبعد كده هنبدا ان احنا نقفل الصينيه بتاعتنا. هاخد المضرب العادي اليدوي بتاعنا وهبدا ان انا الكريمه عندي بردت تماما، علشان كده بقول لكم تكون اول خطوه تعملوها الكريمه لانها بتاخد وقت على ما تبرد. هبدا ان انا احط عليها ظرف كريم شانتيه وهبدا ان انا هقلبها لحد ما يبقى القوام عندي كريمي جدا جدا. انا عايزاكي حتى الوصفه دي لو مش هتعمليها دلوقتي خدي فكره وقدميها في عزوماتك، في اعياد ميلاد، في عزومه، في حد جايلك يكون عزيزه على قلبك، لان هي بجد هتشرفك ومنعشه جدا جدا. قعدت اضربها كده حوالي 10 دقايق لحد ما بقت كريميه جدا. شايفين قد ايه كريميه؟ تحفه. ممكن تضربها بمضرب الكهرباء مفيش اي مشكله خالص. هبدا ان انا احطها على الكيك بعد ما شرب الحليب بتاعي، وطبعا الكيك بارد والكريمه بارده، لان احنا كمان ما ينفعش نحط الكريم شانتيه وهو والكريمه سخنه، علشان ايه؟ كاننا ما حطيناهوش، يعني لو حطيناه هو والكريمه سخنه. تمام. هبدا ان انا بقى هجيب اول حاجه المشمش بتاعي وهبدا ان انا هوزعه، وحاولي انت توزعيه ايه بعيد عن بعضه كده، وحاولي تعملوه شكل يعني بالشكل ده. او لو مانجا برضو او اي حاجه هتحطي كده ايه اللون اللي هو الاكتر، او الفاكهه اللي هي الكتيره حطيها تحت في القاع بالشكل ده. هنقفل بيها الصينيه كلها من تحت، وبعد كده تبداي ان انت توزعي الكيو بتاعك، وحاولي تخلي بقى القطع بتاعه التفاح الحمراء دي تكون فوق، او القطع العنب، او هتحطي توت يعني، او الفراوله يعني كده يكسر بس اللون ويدي شكل حلو ومنعش. لو انت بقى هتستخدمي هتحطي الفاكهه قبل، يعني مش قبل التقديمه، تقعد مثلا عندك الصينيه دي يوم او يومين، هتجيبي جيلي التلميع او كيس جيلي مشمش، تحطيه في شويه ميه وتبداي شويه ميه صغيرين، يعني كيس الجيلي حطيه في شويه ميه صغيرين وابداي ان انت لمعي بيه الفاكهه، هيحافظ ان هي تفضل معاكي اطول فتره ممكنه من غير ما تغير لون ولا تدبل ولا تسود ولا اي حاجه، لان طبعا ايه احنا عارفين ان التفاح ممكن يغير لون او يسود. وعصوري على التفاحه كمان معلقه عصير ليمون، هتحافظ برضو ان احنا نحافظ على شكله يعني ما يسودش معانا. او لو موز برضو حصري عليه عصيره ليمون. تمام. وممكن كمان فاكره كمان ان انت تجهزي كل الكيك وتجهزي كل الكريمه وكل حاجه وتقفلي الصينيه وما تحطيش الفاكهه الا قبل التقديم. دي فكره ودي فكره، يعني ممكن تعمليها بجيلي تلميع او بالجيلي العادي، وممكن تلمعيها بمعلقه من العسل النحل او سيرب الحلويات التقيل. يعني كل دي افكار تقدري ان انت تحافظي بيها على ان الفاكهه بتاعتك ما تتبلش ولا تسود ولا تغير لون. وخلاص شايفين قد ايه بقى ما شاء الله الكيك تحفه جدا واسفنجي وجميل ولذيذ وهش وطري جدا جدا. وكمان الصينيه دي صينيه عائليه، ممكن تقللي كل المقادير للنص وتعملي صينيه مقاس 20 تحفه. اتمنى تجربوها وما تنسوش اللايك والمتابعه.